وهيك بنكون حضرنا أطيب شاكرية بخطوات بسيطة كتير. تعالوا معي نحضرها خطوة بخطوة. بالبداية بحتاج مكعبات من صدور الدجاج على نار وسط، بتركها حتى ينشف الوش الأول، بنحركها، ما بياخد معكم وقت دقيقتين، بينشف الوش الثاني. بعدين بنزل بالبصل. البصل إذا صغير يفضل تخلوها مثل ما هي، وإذا كبيرة قطعوها قطع كبيرة لأنها بتدوب. بنحركهم شوي وبنضيف شوية زيت على نار وسط، ومنغطيها حتى تدبل عنا البصل. منملح، ما بتحتاج بهارات هاي الأكلة، ملح وفلفل أبيض بس. ومنحط شوي مي، نص كاسة مي كرمال البصل ما ينحرق. منحرك شوي ومنغطيها ومنتركها ربع ساعة. تعالوا معي نحضر خليط اللبن. بحتاج كيلو من لبن الزبادي. أهم خطوة هون عنا نصفيهم كرمال ما يبقى عندي أي تكتلات. بنصفي اللبن أي كتل أو قشطة بتضل عندي بالمصفي. وأنا حضرت كاسة من الحليب فيها ملعقتين كبار من النشا، كمان بننخلن ضروري كتير كرمال إذا في أي حبيبات من النشا ما تنزل بالخليط. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتنا. وهيك بنكون خلصنا اللبن. ننزل بكاسة الحليب مع النشا. في عالم بتحط بيض بس أنا فضلت طريقة النشا أكتر. بنحركهم منيح على البارد شوي. تشكل عندي قوام كريمي رائع. شوفوا معي، هذا هو القوام المناسب. هون الدجاج والبصل عندي استوى. شوفوا كيف البصل، يفضل تكون بهذا الشكل والحجم. على نار هادية نغلي اللبن. أهم شي تكون حركة ايدنا بنفس المسار، ما نغيرها كرمال ما يفرط اللبن. هون بلش اللبن يغلي عندي، ياخد معكم 20 دقيقة حسب مستوى النار. ننزل بخليط الدجاج والبصل ومنحرك شوي ونتركهم يغلوا سوا حتى تاخد المكونات النكهات من بعضها. وهيك شوفوا القوام الكريمي. في عالم بتحب تقدم هاي الأكلة مع البرغل أو الرز، انتو اكتبولي بالتعليقات مع شو بتحبوه. وهيك كانت خالصة. زيناها شوي من بالفستق والسمنة، اختيارية طبعا، فيكن تستغنوا عنها. مناسبة للعزايم وأكلة أول يوم برمضان. وهيك كان الشكل النهائي، شكل ولا أروع، والريحة طيبة وشهية كتير كتير. عملتها بدجاج، ممكن نعملها مرة تانية بلحم الغنم. أنا عملتها مع رز أبيض.
الريحة واللون كتير لذيذ وطيب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني باللايك والاشتراك. صحتين وهنا.